كان في خلاف دايم ما بين الفلاسفة على تعريف الخير والشر. ومن هنا نشأت نظريتين. النظرية الأولى اسمها النظرية الحسية، واللي بتقول إن إحنا كبشر بداخلنا ملكة طبيعية. شيء طبيعي هو اللي بيقول لنا إيه هو الخير وإيه هو الشر. أما النظرية التانية بتقول إن مسألة الخير والشر دي مسألة، أو الصواب والخطأ دي راجعة للتجربة والملاحظة. يعني أنت بتجرب الأشياء وبتلاحظ وبتعرف منها إيه هو الخير وإيه هو الشر. أما بالنسبة لمشاعر البشر واندفاعات البشر علشان يقوموا بالأشياء من عدمها، ده بينبع من الحاجة للسعادة، أو اللي نقدر نسميه مبدأ النفعية، واللي بيسمى مبدأ أعظم سعادة، اللي بيقول إن إحنا كبشر ما بنقدرش نقوم أو اللي بيخلينا نقوم بفعل معين من عدمه إن هو بحثنا عن السعادة أو اللذة متمثلة في المكافأة اللي بنحصل عليها من أنفسنا لما بنقوم بالفعل ده. عندك أشياء معينة زي مثلا الطب. احنا بنعتبر ان الطب شيء خير وشيء نبيل لانه بيجلب الصحة، لكن احنا تقدر تقول من نظرة فلسفية ما نقدرش نقول ان الصحة هي شيء طيب او حسن، لانه قد يكون شخص عنده صحة لكن هو بيستخدمها في ايذاء الناس. فاذا هل في الوقت ده الصحة هي شيء سيء؟ ما تقدرش تتأكد من النقطة دي. برضو عندك الموسيقى بتجلب اللذة، لكن ممكن تسأل نفسك سؤال، ما دام هي بتجلب لذة فإذا الموسيقى حاجة طيبة وحاجة جيدة. لكن ممكن تسأل نفسك سؤال، هل اللذة في حالة الوصول لها عن طريق الموسيقى دي حاجة تبقى هي نفسها طيبة ولا لا؟ لأنه برضو ممكن شخص بعد ما يشعر بلذة الموسيقى ده يدعوه إن هو يقوم بأفعال تكون مناقضة لمفهوم الخير في حد ذاته. عشان كده نقدر نقول إنه نظرتنا للأشياء لازم تفرق ما بين حاجات معينة. لازم تفرق ما بين هل إنه بمجرد إن الشيء وسيلة إن هو يدينا سعادة أو يوصلنا للذة اللي إحنا عايشين عشانها، ده بيخلي الشيء في حد ذاته طيب، ولا لازم نبص للأشياء بشكل مطلق ونطلق عليها حكم مطلق بغض النظر عن الوسيلة اللي احنا بنستخدم الشيء على في شكلها. ده بياخدنا لمبدأ النفعية اللي قلنا عنده، أو مبدأ أعظم سعادة. ومبدأ النفعية قائم بيقول والله إنه السعادة أو النفعية هي السعادة بدون ألم، أو اللذة بدون ألم. وبيقول إنه الشقاء اللي هو على عكس السعادة هو الألم والحرمان من اللذة. وده زي ما قلنا اللي بيتفق مع مبدأ أعظم سعادة. لكن ده بياخدنا المعضلة أخلاقية اللي هي بتقول إنه والله طيب ما دام احنا شايفين انه مبدأ النفعية او السعادة الاعظم او اعظم سعادة هو الحصول على اللذة مع تجنب الألم، هيكون عندنا معضلة ان احنا كده بنتوافق مع فكر الحيوانات عايشة حياتها فقط للحصول على اللذة ديت بغض النظر عن عواقب الحصول على اللذة. عشان كده لازم كبشر نقدر نفرق أو نبعد نفسنا عن عقلية الحيوانات، ودايما نبقى عارفين إن الحصول على اللذة لازم يكون ليه عواقب، نقدر نحسب العواقب دي قبل ما نسعى للحصول على اللذة من الأساس، أو إن احنا نكتفي باللذات الذهنية ونبعد عن اللذات الجسدية، لأنه اللذات الذهنية لا تسبب أو ليس لها عواقب ضارة للآخرين. برضو حتى لو احنا شايفين انه
احنا دايما حسب مبدأ النفعية، لو احنا شايفين ان احنا عايشين علشان آه، بس نحقق اعظم سعادة او مفهوم اللذة مع تجنب الألم، هيقابلنا عقبة اللي هو الاختيار ما بين الرغبات اللي هي كل الرغبات بتوصلنا لنفس النتيجة اللي هي اللذة أو السعادة. فإزاي نفرق ما بينها بالذات في الكيف؟ تقدر تقول من رأي الفلاسفة إن إحنا دايما بنفضل الرغبات اللي بنستخدم فيها أكبر إمكاناتنا، لأن مفيش حد فينا بيحب التدني. على سبيل المثال، أنت لو شخص كريم هتبقى آه، كاره للبخل، لو أنت شخص عالم هتبقى كاره للجهل، لأن مفيش حد بيحب يتدنى في الحياة أو يكون في منزلة عليا وبعد كده ينزل لتحت. وسبب كده، سبب كرهنا للتدني في الحياة حسب مبدأ النفعية ده راجع لإحساس الفخر اللي احنا بنشعر بيه لما بنمتلك مثل عليا زي الكرم زي ما قلنا، أو زي العلم، أو حتى نابع كمان من إحساسنا إحساس بالكرامة الذاتية لما بنحافظ على المثل العليا اللي احنا بنحترمه. بتظهر معضلة ما بين الأشخاص. مثلا على سبيل المثال، أنت لو عندك شخصين، واحد كريم جدا والتاني كريم بس، أو كريم نص نص يعني زي ما بيقولوا، الشخص اللي بيمتلك قدرات عليا زي مثلا كمية كبيرة من قدرة معينة زي الكرم مثلا، بيبقى دايما جواه إحساس إن هو ما يقدرش يمتلك أو يحقق مبدأ النفعية اللي هو زي ما قلنا تحقيق أعظم سعادة، لأنه شايف إنه دايما مهما هو كان كريم لسه بينقصه كمية كبيرة علشان يوصل للكرم التام، أو هو لو عالم ينقصه كتير عشان يوصل للعلم التام. فمن هنا نقدر نقول إن الشخص اللي بيفتقر للقدرات العالية في الأشياء اللي المفروض يقوم بيها بيكون أكثر سعادة، لأنه بيتعلم مبدأ الرضا، وحسب تواضع قدراته بيبقى حاسس إن هو حتى لو قدم حاجة بسيطة في سبيل في سبيل المعتقد اللي هو بيعتقده، هو كده بيبقى راضي وبيكون مبسوط. ومن مبدأ النفعية برضو تقدر تقول إن البشر بشكل عام بيفضلوا اللذات القريبة عن البعيدة. يعني الحاجة اللي بتحقق لك سعادة دلوقتي انت بتفضلها عن الحاجة اللي بتحقق لك سعادة على المدى البعيد. وكمان بنفضل اللذات الجسدية عن اللذات الفكرية. وتقدر تقول ان احنا في الاصل حيوانات، فاذا ما كبتناش الرغبات ديت فعلا بنفضل الرغبات الجسدية عن الرغبات الفكرية. وكمان الفلاسفة بيعتقدوا ان احنا مع الوقت بعد مرور مثلا فترة الشباب اللي هي الإنسان بيكون فيها أكثر حماسا للقيم العليا زي الكرم وزي التسامح وزي مساعدة الآخرين، بعد ما تمر فترة الشباب الإنسان بيفقد حماسه ناحية القيم العليا ديت قد يكون بسبب إن هو في حياته واجه صعوبة إن هو يحقق المثل اللي هو بيطمح لها، فبالتالي فقد الشغف ناحيتها، فاهتم ان هو لا يهتم باموره الخاصه، وبدل ويفضل ان هو يتمتع بالكسل والانانيه عن المشاركه وعن اسعاد الاخرين. مبدأ النفعيه زي ما قلنا بيقول انه ان احنا عايشين عشان نحقق اعظم سعادة، لكن في ناس ومفكرين بيعارضوا الفكرة دي ويقولوا ان والله لو كانت السعادة هي غاية الحياة، فبما ان السعادة ما تحققتش لكل الناس، ودي حقيقة او ده واقع انه مستحيل السعادة تتحقق لكل الناس، فازاي انت هتكون عايش؟ وازاي انت بتقول على حسب مبدأ النفعية انه النفعية هي منطلق الاخلاق، يعني النفعية هي اللي بتحدد الاخلاق. فلو كانت الناس مش كل الناس بتتمتع بسعادة، ازاي مع افتقادهم للسعادة هم قادرين ان هم يتحلوا بالاخلاق
وفي ناس عندهم كم ضئيل من السعادة مش كم أعظم ولا حاجة من السعادة، ومع ذلك راضيين وعايشين في تناسق أخلاقي. وحتى كمان في ناس متعايشة مع كمية من الألم، ومع ذلك محتفظين بالأخلاق. فإذا ما تقدرش تقول إن السعادة لوحدها هي الغاية الغاية الوحيدة للحياة. مبدأ النفعية برضو بيقول إن أنت إن الإنسان علشان يحقق المثل العليا ويكون إنسان صالح، إن هو لازم يعمل كل فعل بغرض الحصول على السعادة. لكن العجيب في الأمر إن أنت مثلا عندك أمثلة زي مثلا في ناس بتضحي بسعادتها، زي مثلا الشهيد اللي بيضحي بحياته. فتسأل نفسك هو بيضحي بسعادته ليه؟ هو بيضحي بسعادته علشان مقابل سعادة الآخرين. فمبدأ النفعية بيأكد علينا إن إحنا لازم في كل الأوقات أي فعل بنعمله يعود علينا بالسعادة. لو ما عادش علينا احنا بشكل مباشر السعادة، لازم يكون بيخدم سعادة ناس تانيين، بحيث ان احنا تضحيتنا في وقت من الأوقات ما تكونش هباء. ومبدأ النفعية بيقول لنا ان احنا كمان كبشر لو حبينا نقضي على كل المشاكل اللي بتواجه البشرية، مثلا زي الفقر وزي المرض. لو مشينا بمبدأ النفعية ده، ان احنا فعلا لو ما كناش قادرين نعمل فعل يسعدنا شخصيا، نحاول نعمل الأفعال اللي هي بتسعد ناس آخرين. فده بالتالي مع التراكم ومع مر السنين، حتى لو عملناه في أوقات معينة دون أوقات تانية، هنقدر نقضي على المشاكل اللي بتواجه البشرية. بشكر أي حد شاف الفيديو وعجبك الفيديو، يا ريت تعملوا شير. والسلام عليكم.